لو قلت لك ان الجملة دي دمرت ابداعك وخدعتك فترة طويلة جدا، اتزرعت في دماغنا وخلتنا نحدد نفسنا بايدينا. الحكمة دي زي ما بتقال عليها Jack of all trades master of none. دي مش حكمة، ده سقف اتحط فوق دماغنا، خليتك تصدق ان انت ما ينفعش تفهم اكتر من مجال، لازم تعمل ليميتيشن للثقافة بتاعتك والتعلم. لو حاولت اعرف اكتر من مجال ده بيساوي فشل، وده غلط جدا. عملت لنا تحجيم كبير جدا، قتلت عندنا روح الابداع والتفكير، وخليتك تحس ان انت بذنب لو عرفت في اكتر من مجال. بس الصح، تعالى كده معايا خطوة لورا، وتعالى نشوف الناس اللي بنت الحضارات اللي احنا عايشينها دلوقتي، دول كانوا عملوها ازاي. ابن سينا في مجال الطب ما كانش ليه بصمة بسيطة، بس المشكلة ان انت مش فاهم ان ابن سينا ما كانش بس في مجال الطب، ما كانش دكتور وبس، كان فيلسوف، كان عالم فلك. هل ده معناه ان هو مشتت؟ جابر بن حيان ما كانش مجرد كيميائي، ده كان مهندس، كان فيلسوف واشتغل في الطب. ابن الهيثم مؤسس علم البصريات، كان فيلسوف عالم في الرياضيات برضه. ليوناردو دافنشي ما كانش رسام بس، ليوناردو دافنشي كان رسام، مهندس، فيلسوف، مخترع. هي الناس دي كانت مشتتة ولا دي ناس كانت سابقة عصرها بعصور وقدرت تبني حضارة؟ الحقيقة إن الدماغ البشري هو متصمم عشان يربط ما بين مجالات مختلفة، ما بين حاجات كتير. هو متصمم عشان كده يطلع أفكار جديدة. مش مشكلة إن أنت تبقى راجل مثقف أو إن أنت عندك معلومات في مجالات كتيرة، المشكلة الحقيقة إن أنت حد يحطك في قالب معين، يقولك هو ده التراك اللي أنت لازم تمشي فيه، وده آخره يمين وده آخره شمال. الثقافة طول عمرها والعلم طول عمره يعني unlimited، مفتوح، ملوش boundaries. تعلم، لأن أنت كل ما تتعلم تقدر تاخد من هنا مع هنا مع هنا، تعمل حاجة جديدة خالص. هو برضه خد بالك، أنت ممكن تكون حاجة اتعلمتها في مجال هي حل، يعني هتبقى حل في حاجة تانية. انت اتعلمت من هنا حاجة في مجال تاني، لقيت ان الحاجة اللي كنت تعرفها في كذا لو اتحطت في المجال ده حلت مشكلة كبيرة. لكن المشكلة ان احنا اتربينا ان احنا نبقى حاجة واحدة بس، هي دي فقط. يمكن جه الوقت ان احنا نغير الفكرة دي. Jack of all trades master of none. لا، اقف. Jack of all trades master of creativity. ماستر اوف خلق افكار جديده، حد بيعرف يجيب حاجه بره الصندوق. لما تبقى بتتعرض لحاجات كتير وفاهم في حاجات كتير، ادي لنفسك مساحه انك تعرف وتتعلم هنا وهنا وهنا وهنا. غير نفسك، ادي مساحه لعقلك، خليه يكبر عشان تعرف تتطور. هو ربنا خلقه عشان يكبر ويبقى فيه ابداع ويعمل كونكشنز رهيبه جدا، اديله مساحه ان هو يعمل كده. اهم حاجه، ما تخليش حد يحطك في قالب واحد.